وهاليوم راح نسوي عشاء خفيف وسريع بنفس الوقت. راح نسوي باسترما. طبعا باسترما إذا ما كانت من الموصل لا تعتبروها باسترما، دي فعلا جدا تتبيلتها تكون ولا أروع. وهاي بعد تقطيع الباسترما، طبعا أنا أحبها مقطعة تتنغنغ بطعم الطماطم والبيض. منا يفضلها بطعم الطماطم ومنا يفضلها بس أنا أفضلها بطعم الطماطم مع الطماطم مع البيض. فأنتوا شنو رأيكم؟ شلون تحبوها؟ شنو النكهة اللي أنتم تفضلوها، مع الطماطم ولا مع البيض؟ راح نخلي البصل بس تذبل ونضيف البصل. طبعا أنا بغسلها في الليل لحالته، احنا نفضلها مع كلية للحادة، وكل شخص على حسب ما يستسيغها ويحبها. بعد ما نخليها راح نضيف الطماطم. طبعا بغسلها ملح شوية لأنه الجاهزة يضيفوا لها الخصاصي الملح حتى لا تخرب، ويكون بها ثوم وبهارات مشكلة خاصة بالباسترما، فما راح نضيف لها غير شوية ملح والفلفل الحار. تذبل وتاخذ لون، وبعدين نضيف لها الطماطم. وإن شاء الله تعجبكم وتجربوها، واللي يجربها يكتب لي بالتعليقات. طبعا أنا حطيت لها شوية زيت على مود البصلة تتخلى، لكن هي ما بحاجة. إذا تحطيها اللحم بس راح يصير كل هذا الزيت والدهن. طبعا البصل ما ينحط لها سمن أو شحم، ما ينحط لها طرف. جدا رائعة، وبهذه الأثناء هذا الوقت تكون طيبة تناولها، لأن تكون ثقيلة بالصيف، بس من يبرد الجو جدا مناسب هذا الوقت لأكل البسطرمة. وهاي صارت جاهزة أني نضاف لها الطماطم. طبعا مثل ما قلت لكم ضفت لها شوية ملح، هذه حتى بس مجرد النكهات المواد اللي انضافت مثل البصل والطماطم، لأنهم بحاجة أنه تكون إضافة شوية ملح، إلا البسطرمة نفسها ما بحاجة. وأيضا بالبيض همنا راح نضيف شوية ملح على مود النكهة تكون مستسيغة. راح أغطيها بغطاء حتى تتسبك على كيفها، ونرجع نسوي البسطرمة بالبيض، بس يكون قريب على التقديم حتى لا تبرد ونضطر انه نحميها. اما اللي بالطماطة عادي انه نحميها، ماكو اي اشكال. الروايح ما قلكم روعة. طبعا ضفت لها شوية معجون حتى تتسبك وشوية تصير طحينة، والطماطة ايضا قشرتها، شلت القشرة منها حتى تكون سهلة بالاكل. يعني شوية طماطة اذا ما مقشرة شوية تصير يعني بيها قشرة بصفحة وكذا. شوفوا شلون صارت كثير حلوة ما شاء الله. جربوها لا تفوتكم، هذا وقتها. واذا تحبون تاكلوها بالريوق، بالعشاء، بالغداء، وقت رجعة الطلاب من المدارس، ان شاء الله تعجبكم اذا جربتم. وهاي البسطرمة بالبيض ان شاء الله نال اعجابكم تسوون مثلها. طبعا نسويها قريب من تقديم العشاء او الريوق، او على حسب انتم شلون حابين انه اي وقت تتناولوها. بس ضروري البيض ساعة وقته حتى يكون حار، لانه هو اذا كانت حارة طيبة كثير. الطماطة لا عادي تبرد تنحمي عادي، ما بيها اي اشكال. ان شاء الله نال اعجاب.
والله أنا بعد ما أصبر على هالروايح الطيبة. يلا جربوها وصحة وهنا، نشوف تجاربكم إن شاء الله تنال إعجابكم. طبعا راح نصبها على الأطراف أو على الجوانب وهي تنزل بالنص، وصحة وهنا إن شاء الله.